علي، ازاي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار يا ريس؟ ماشي الحال. آه... عايز اقول لك على شويه حاجات. يعني انا عن نفسي حابب ان انا اعرفها عن علي. ماشي. يعني انا النهارده هتكلم معاك عن علي، شخصيته بقى والجانب التاني غير السوشيال ميديا. يلا بينا. في حاجات كده محدش يعرفها عن علي. الناس كلها عارفه علي السوشيال ميديا. مهم. انا عايز اعرف، والناس عامه برضه عايز تعرف علي الحقيقي بقى، اللي ما وراء السوشيال ميديا. ما وراء الطبيعة. أه هقول لك، بص، هو مبدئيا انا بحب دايما اكون موجود لوحدي على طول. بحب دايما اتفرج على حاجات كده، انا يعني اللي بيجي لي مزاجي فيه بتفرج عليه. مم. حياتي ما تستحملش اكتر من 3 4 اشخاص اصلا. يعني انا مش من نوعية انت مضايق الناس. الدايرة. ده من زمان. مم. يعني حياتي ما فيهاش ناس كتير، بس اللي يعرفوني كتير. مم. فانا بقيت بتعامل معاهم على ان هم كلهم حبايبي، بس المقربين قليلين قوي. ليه بقى؟ لان المقربين دول هم فاهمين علي اصلا ايه. يعني انا قاعد بتكلم معاك اهو، ده طبيعتي عادي جدا. مم. انا انسان عادي خالص، اه. اقل من العادي كمان. بس عندي تالنت، مم. ربنا مدهاني. بالظبط. فانا يعني بتطلع فجأة كده معايا. مم. كل الحاجات اللي انا عملتها بتطلع فجأة كده. مم. ليه؟ لان انا عندي مخزون وعندي طاقة، و... وبحب اللمة، وباخد الطاقة بتاعتي من الناس، من المجموعة مثلا اللي هم قريبين مني قوي يعني. ففي الحقيقة أنا حد بيقعد في أوضته لوحده عادي جدا. بذاكر مزيكا، لأن المذاكرة في المزيكا ما بتخلصش. هنتكلم عن موضوع و... المزيكا دي، لان انا آه نفسي عايز اعرفها كويس قوي. وبشتغل كده وتمام. بس أنا حياتي زي الفل، وساكت هادي في البيت خالص. بس انت اصلا في الطبيعة علي، انت شخص هادي ولا شخص مجنون يعني؟ شخص هايبر؟ أنا لما ببقى لوحدي ببقى هادي. مم. لما ببقى مع الناس القريبين قوي 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 تبقى هايبر. ببقى هايبر شوية. مم. يعني على حسب المود حلو تمام. انا المود. نايم كويس واكل كويس يبقى الدنيا الدنيا تمام. تمام، زي الفل. همدان بقى تعبان، اتصل بيا تلاقيه وضع طيران. خلاص بقى مش خلاص، موجود، انا سلام. حتى لما بنام بقى في التليفون. يعني انت ما بتحبش، يعني انت مودي شوية، انت اه شخصية مودية. اه بس اللي هو انا خلاص فصلت عن العالم، مش عايز اتواصل مع حد. بعرف اختفي. تعمل اختفاء ذاتي. انت اصلا من السويس يا علي. ايوه. ايه الحاجة اللي بتبسطك عامة بتعملها وانت في السويس؟ يعني ايه اللي انت لما بتحس ان انت عايز تبقى مبسوط او تبقى قاعد مع نفسك كده، او تعمل او تشحن طاقتك تعملها، ومتعود عليها آه من زمان كمان؟ بص، هو السويس عندنا فيها مناظر طبيعية حلوة. مم. يعني بدل مثلا ما تروح دهب او شرم او الحتت دي، هي حلوة طبعا اكيد يعني، وتحية ليها ولناسها اكيد. لكن السويس عندنا في الاول، مم. يعني عايز تشوف جبل وبحر هتلاقي جبل وبحر. اه. فانا بحب ساعات العصاري قوي، الشمس تبقى خفيفة كده. فالاول كنت باخد بعضي كده واخد الموتوسيكل بتاعي بقى واطلع اتمشى على الكورنيش شوية انت فاضي بايكر خالص. اصلا؟ قعدت فترة بايكر، بعدين بقى يعني عملت ابجريد لنفسي بقى شوية، نزلت من البايك ركبت عربية. اه، بس انت تحب سواقة اه الموتوسيكلات؟ طبعا. اصلا انا بحب سواقة الموتوسيكلات برضه، كمان عندي طبعا. موتوسيكل وبحب الهيلمت اوه، و... كاستم بقى والحاجات. فاهم؟ كده. بتحط السماعه البلوتوث في الهيلمت وقاعد بتسمع مزيكا ومالكش دعوه بالدنيا واللي بره يكلمك الكون. تيت قال وانا سايق. اه. انا كنت برضو بحب الحاجات دي، وكنت بالمناسبة بسافر بقى. يعني انا كنت قاعد في القاهرة فترة من 2015 ل 23. مم. ف 2019 جبت اول موتوسيكل في حياتي. كان ايه فاكره؟ كان هاوجي 150 سي سي. مم. ده بقى اللي خدت الجرأة منه وبتاع، وكنت كنت بتسافر بسافر بقى. بيه اه طبعا. من السويس للقاهره؟ يا لهوي. اه. ده كانت الحاجة الله يرحمها لما كانت الله بتديني يرحمها. مخزون كده اقعد بيه. مم. كنت بقى بحطه في زكيبة، و... واركب الموتوسيكل بقى واقعد بقى اقرط بقى بالواير ومش عارف اه. ايه وبتاع، والبس الهلمت خلاص خدت بعضي، حطيت 95
بنزين ده ما انت حطلوش اه 92 باشا ابدا. اه حط له 95 ومع كنت نفسك بقى يا مميزه. معلم. اه هو ما كانش بيجيب اصلا 100، ما هو ال 150 ما بيجيبهاش. بس بقول لك ايه، انا مزيكا والطبيعه، مزيكا انا والطبيعه مزيكا. بالليل الصبح الفجر العصر، شمس قدامك شمس وراك، انا هسافر. هو ولما بوصل بقى ممتع. بحس ان انا عملت انجاز. انجاز. انا برضه كنت احس نفس الاحساس ده لما كنت بسافر بالسكوتر. تمام. العربية ما بتحسش بحاجة، يعني اللي هو خلاص انت شغلت البلاي ليست اللي انت بتحبها، تدخين لا بتاع. هو انا شايف يعني برضو يعني بدون قطع كلامك، بس انا شايف ان الادرينالين في الموتوسيكل بيبقى اعلى، فتحس ان انت عامل قصه عامل ادفنجرز كده وبتاع، ايوه فانت لما توصل تحس ان هو ايه، انا طلعت الجبل، بالظبط. انا وصلت للتوب. بالظبط. لكن العربيه انت مش مفيهاش حتى لما ادرينالين بتخش ده. البنزينة اللي بتبقى في نص الطريق، تقعد تشرب شوية قهوة، تروح قالع الجلافزات بقى وحاطط الهلمت، وكل الناس اللي بتعدي بقى تقول راجل لك بايكر يا ريس داخل اه ده عليكوا راكب ايه بره، اه. موتوسيكل ازرق صيني عادي. انت عارف كانت معايا كده في الموضوع ده، انا كان معايا كنت اول ما اشتريت سكوتر برضو كان 150، مم. كنت جايب هيلمت، انا بحب الشكل بتاع الهيلمت والحاجات ال دي. اس 2 اه الرابت. فكانت بقى ايه، نضاره بتنزل منها نضاره، اه وتتقلب هاف، كلها ايوه. وتتقلب مش عارف ايه، وانا جبت لها المايك وجبت لها البلوتوث. امم. وهي شكلها انت تشوفها كانت لونها اخضر كده وعليها زي تعابين وبتاع، اه فشكلها روشنة. لا انت تشوفها تقول انا معايا حاجه الف واقفه تحت، هي مفيش. ما هي دي وكنت الفكرة. دايما لما اخش احطها في اي حته مثلا، كانت مثلا تلاقي الناس عندها فضول، انت معاك ايه بره؟ انا معايا ربنا. فاهم؟ يا رب معايا ما ياخد ربنا. باله. يعني لا هي كانت مرحلة حلوة قوي في حياتي. وكنت برضو بسافر فاكر بقى عاصفة جيهان اه وهبة، وهبه والسما والأسامي دي العواصف الجميلة دي. كنت سافرت فيها، وكنت طبعا ساكن في حدائق أكتوبر. مم. فشغلي انت في كنت بعيد قوي الدوبلاج. برضه فاهم، اه شغلي في فالموضوع بتبقى الدوبلاج صعب كان عني. في المهندسين. فبقى من حدائق اكتوبر بقى تطلع لحد ما تنزل بقى ميدان لبنان وبتاع. الطريق ده اول مرتين تلاتة اربعة انا قلت ايه ده سفر. بعدين خلاص، يعني اللي هو بقى بالنسبة لي اي طريق عادي. ما هو فعلا اي طريق في القاهره اللي تاخده مرتين ثلاثه، بعد كده تحس ان انت تمام انا. بس انا لما الدنيا تظبط بس معايا شوية، ويعني اظبط حالي كده، هعمل لنفسي برضو حاجة كده تخص البايكس، لان هي حاجة عزيزة عليا قوي يعني. ان انا هجيب بقى موتوسيكل بقى محترم كده، واطلع أقعد في ماستر اكسبريس على خدني طريق معاك يا السخنة. علي، خدني معاك يا ريس، بالسكوتر. انا لا انا بعت السكوتر بس لسه معايا الخوذه. هلبسها واركب ورايا. هجي لك بالخوذه عشان نبقى عاملين بس يلا بينا التيم، يلا يعني الناس بينا، فاكره ان احنا بتبقى معانا. متعة على فكرة لما اه اه بيبقوا اتنين اه. يا بلاوي. انت عارف ان انا في مره سافرت اسكندريه، او انا سافرت اسكندريه كذا مره بالسكوتر بتاعي وكذا امم. سكوتر يعني. امم. من ضمنها في مره انا وواحد صاحبي هو معهوش سكوتر، هو ركب ورايا وخدناها سفر. انت متخيل؟ أوه. بس كانت حوار. بس كانت متعه بقى، يعني كانت شلتوا هم الرجعة بس، يعني انتوا لما كنتوا هناك شلتوا رايح. هم الرجعة. واحنا رايحين طبعا احنا مبسوطين ورايحين، وده اول مره تجربه ليه امم. وليا ان احنا الاتنين نبقى راكبين على سكوتر واحد ومسافرين. امم. وحتى كانت الناس اللي وهي ماشيه يعني في الطريق، امم. يعني كل شويه الناس بتبص ايه، ايه ده إيه سكوتر. اللي مجانين دول ممكن يكونوا ساكنين في اي نجع ما اكيد، في لكن السكة. تاخدها تريك كده، بس هي بتبقى ممتعه بصراحه. اه هي كانت مرحلة في حياتي كانت حلوة قوي قوي قوي، وخلاص بقى يعني. والبحر بقى عندك بتحب بقى تقعد والحاجات البحر دي؟ عندنا هقولك، البحر عندنا ليه كذا شكل. اولا اللي هي قناة السويس، عايز تقعد على البحر وتشوف مراكب بينها وبينك امتار بسيطة، قناة السويس. متعه. في كافيهات كتير قوي هناك، تقعد تلاقي بقى باخرة معدية وعبارة معدية، حاجات كده حلو. طيب. انت بقى لما بتحب تقعد تتمزج. لا اتمزج، بص، هو في بارتيشن كده مم. عندنا في السويس اسمه حبيبة. مم. ده بتاع زمايلي يعني صحابي. مم. وبالمناسبة اكتر فيديو انتشر ليا كان هناك، بس اصلا. كان بالليل يعني. مم. حبيبة ده، انت تقف تجيب قهوتك، تقعد في عربيتك او على البايك بتاعتك، انت شايف الجبل واخد النص الفيو، جبل عتاقة واخد الفيو كده، تمام، والشمس ضاربة فيه شايفه 8K. مم. تبص كده شوية على شمالك، تلاقي البحر، وتلاقي بقى المينا بعيد هناك.
اللي هي بقى راس الخليج نفسها بقى انت موجود عليها. واحلى حاجه بقى في البحر بتاع السويس بصراحه يعني انه هادي، ما فيهوش موج. يعني بحر اسكندريه يتميز بالموج بتاعه، بس بحر السويس انت تنزل تقعد تحط رجلك في الميه، الدنيا جميله، هي جميله. الهوا يلطش كده فيك، مفيش عوادم سيارات، مفيش زعيق، مفيش حتى كمان برضو احنا عندنا السويس السياحة فيها لناس معينين. مش اي حد يعرف السياحه بتاعت السويس. الحمد لله. مفيش اي الحمد لله حد يعرف. فعلا. الحمد لله. اللي بيجي السويس الناس اللي عايزة تروق، عايز بقى قرية سياحية مش عارف، انزل السخنة بقى تبعنا برضو، نصاية كده هتلاقي الشارع اللي نفسك جنبنا. هناك. تمام. حتى النفق، نفق الشهيد احمد حمدي لما تيجي تعدي بقى منه تروح شرم والحتت دي، النفق ورا بيتي اصلا، يعني بيني وبينه 15 دقيقة بالظبط. جامد ده. فاهمني؟ فالسويس حتى بقى شعبها، ناسها بقى اولا، يعني انا من منطلقي انا يعني، هي اتسمت بلد الغريب لكذا سبب، مش عشان اللي عايشين فيها اغراب، لا. السويس لو انت من اي محافظة تانية ومشيت في الشارع بتتعرف، من مشيتك بتتعرف. الاقارب يعني، الموضوع دايره. مش كده، ما هو احنا كتير. ايوه، بس انا قصدي ان تحسهم يعني زي الكوره، يعني في مثلا. لا خالص، هي سوري، هي عيلة واحدة، وكل الناس بقالها 50 سنة بتشوف كل الناس، ما بيتغيروش. ما بيتغيروش. فلما يجي واحد مثلا يكون ماشي في الشارع او بيتكلم او بيسأل حد عن، ما دام انت سألت حد على حاجة في السويس يبقى انت مش منها، مش من السويس خالص. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية ان بلد الغريب بالنسبة لي برضو ان السويسي نفسه غريب، يعني مش غريب مش صاحب مكان مثلا، لا هو غريب، غريب الأطوار شوية. عنده شخصية منفردة بيه. يعني أنا جيت القاهرة ورحت اسكندرية وقعدت هنا سندباد ماشي عمال في كل حتة، بس لما رجعت السويس، هي السويس بطريقتها. احنا ما عندناش لكنة على فكرة، يعني مش زي اسكندرية مثلا إما بس ومشروع ايوه، بس وكده. الكهراوي، ما هو كهراوي زيك زي القاهره اه عادي. اه اه بنتكلم عادي جدا مفيش خالص. لكنه. تمام. الشباب في السويس او الناس السويسة يعني شخصياتهم غريبة عن اي شخصية تانية ممكن تقابلها في جمهورية مصر العربية. يعني مثلا على سبيل المثال، انت من القاهرة جيت لي وقعدنا على القهوة، عارف انت لو جاي واكل وشبعان، انا هتخانق معاك واحتمال نضرب بعض علشان الواجب. يعني يعني بتوع الواجب وبتوع الواجب اللي الاصول هو انا هاخدك اكلك سمك ده لازم، كده كده، ده الف ب. هو لازم، باشا، ولازم تشبع ولازم تطلع مبسوط. ده ولو الستاندر بتاعنا. طبعا، ولو انت الدنيا معاك وانت بتتكلم حسيت ان هي مش الطف حاجه، هتطلع من جيبي واديلك واقول لك يا باشا حلال عليك ما تجيبهمش. هم دول السويسه. انا يعني افتخر ان انا سويسي طبعا، بس في حاجات في السويس عندنا ما شفتهاش في اي حته خالص. لما جيت مثلا القاهرة عشت هنا، طبعا كل الناس حلوين وكل الناس جميلة، لكن في حاجات انا اتربيت عليها ما لقيتهاش هنا. في حاجات صغيرة ممكن يعني ما افتكرهاش، ماشي. بس السويس خلاص ايوه. يعني هو ليهم طابع خاص كده بيهم. فانا السويس اي مكان فيها ان شاء الله لو حارة شعبية انا قاعد بستجم، مش لازم مكان معين او كده. الاكستريم بتاعي بقى عند حبيبة ده، بنزل ده اقعد اشوف الحته الجبل الجميله. وبتاع اه والدنيا زي الفل وخلاص بس. لما بتحب بقى تبتدي تفنن في المزيكا بقى، نخش في حته بتاعت المزيكا بتاعتك. ارجوك. انا اصلا عارف ان انت بعيدا بقى عن السوشيال ميديا خالص، انا عارف ان انت اصلا بتوزع انا موزع و... وغالبا في كلمات كمان بتكتبها، يعني او حاجه زي كومبوزر يعني. انا بوزع في المقام الاول، امم ممكن الحن لو لازم الامر، ماشي. اميكس وماستر لو جوه الدنيا تمام. يعني تمام. اكتب كلمات لنفسي، ما اكتبش كلمات لحد.
لو انت بقى اصلا حابب ان انت تبتدي تعمل حاجه كلمات او هتلحن حاجه او هتطلع اي مزيكا، امم اول حاجه بتروح هتعملها بتفين عشان تتفنن الحته دي؟ اوضتي. ايه الكوكعه بتاعتك؟ اوضتي. الاوضه بتاعتك. اوضتي اللي انا يعني لما كان عندي 4 سنين جت رحت يعني، احنا عزلنا من مكان لمكان، فما كان عندي 4 سنين عزلت للاوضه دي بقى. مم. اوضتي بقى في بقت الشقه دي جوه. الكوكعه بتاعتك، انا بطلع الفن كله بتاعي من هنا. بالظبط الخن مم. بتاعي، بس انا بقعد هنا يعني. حتى الجيتار لما اتعلمته زمان، علمت نفسي بنفسي طبعا، وقعدت كان اليوتيوب لسه ساعتها مش قوي يعني، فكان في الاوضه دي. مم. الاوضه دي كنت بقعد فيها وانا عندي 7 سنين كده. والدي كان جايب لي دف، كنت بحطه في جردل، واجيب عصايتين، واجيب درامز ازاز بقى، عايز تعمل الكاكولا. درامز؟ اه لا، ده انا بعمل فرح بقى. اه. يعني وانا عندي 7 سنين بين السريرين كده، بقعد اعمل فرح بقى، وايكو طبعا. ومش عارف ايه وبتاع، والعريس والعروسه جايين من على اول الشارع. يلا يا ريس. اه والتحيات انا ما كنتش فاهم اي حاجه، بس على الله على الله وخلاص، فاهمني. والاغاني ما كنتش حافظها، انا كنت حافظ اللحن بس. مم. فاوضتي دي هي اللي ابتدى منها كل حاجه. مم. يعني ساعات وانا قاعد في المكتب بتاعي، ساعات وانا قاعد في المكتب بتاعي كده، ببص على يميني تحت، بشوفني وانا صغير. اه. انت كنت بتلعب على الدف ده جوه الجردل وعامل فرح. دلوقتي المكان ده بقى بيطلع شغل بيطلع استوديو. مزيكا، اه. اه بيطلع مزيكا، هو مش استوديو، هو مكتب ليا بسيط، فاهم هو انت. هو بعيد بس عن. بطلع منه كل الحاجات اللي انا عايزها اه بقى لا يعني. هي. اه بس هي الأوضة بتاعتي اللي بيطلع منها كل حاجة. بس انت امتى حولت الحتة بتاعت التالنت، الحتة بتاعت الموهبة، الحتة دراسيا شوية؟ يعني امتى حسيت ان انا لا انا محتاج اخد الحتة دي احترافي بقى، لا اركز فيها اكتر عشان انا حلو في الحتة دي؟ بص احنا يعني كل الناس بتيجي مثلا في سنين من حياتها بتبقى بنحب ده وبنحب ده وعايزين نعمل ده وبنعرف نعمل ده وبنعرف نعمل ده، بس ما بتبقاش عارف انت اصلا فين الحتة اللي انت قوي فيها من الحاجات دي، واحنا مم. سننا صغير شوية. مم. فامتى انت حسيت ان هو ايه، لا دي منطقتي، هركز فيها، هبتدي ابتدي بقى اتعلم، هبتدي هقرا، هبتدي اشوف يوتيوب، هبتدي اقعد بقى اطلع وهركز في الحتة دي بتاعتي إن انا بتاع مزيكا؟ هو السؤال ايه من الأول بقى؟ قول من الأول. انا امتى حسيت ان انت بتاع يعني ان الحتة بتاعت المزيكا دي بتاعتك انت قوي فيها؟ هو من زمان ماشي. أنا بعمل حاجات كتير، منهم الغنى برضو، أنا بغني وبتاع. بس التوزيع، الارانجمنت عامة، هو من 2007 كده كان حتتي بقى، او من مم. 2009. اللي هو كان برنامج اف ال ستوديو نزلته على الجهاز، كان بالحاجات الستوك اللي فيه. كنت عايز انا اللي اصنع المزيكا، مم. لان انا فضولي. انا حد فضولي، انا لو في مثلا قاعد في اوضه وفيها ضرفه، انا لازم اعرف الضرفه دي جواها ايه. بس هي في الاستوديو اصلا في الطبيعي هو صعب، يعني مش اي هو حد. اصعب حاجه. مش اي حد يعني. فانا انا لحد دلوقتي شغال بيه على فكره انا يعني. اشتغلت عليه حبه شويه بس عشان للهوايه مش اه اه بس يعني صعب، مش اي حد يعرف الا انا الهاوي لحد دلوقتي الا الموضوع انا عايزه. لحد دلوقتي شغال بيه. و... وهو يعني الفكره في فروتي لوبس او اف ال ستوديو. انا بحب اقول اف ال ستوديو بصراحه يعني. ماشي، ما فروتي هو. لوبس دي بحسها كلمه مش تمام. اف ال ستوديو زيه زي بروتولز، زيه زي كيوبيز، زيه زي اي حاجه تانية، هو عباره عن واجهه انت بتشتغل عليها. يعني مم. مثلا انت لو بتشتغل في المونتاج، عندك بريمير، وعندك كاب كات، وعندك مش عارف اسمه دافينشي، مش عارف ولا ايه، حاجه ماشي. زي كده. آه، كلهم بيعملوا نفس الحاجه، بس انت مرتاح على ايه. وفي ماشي. نصيحه كده حد قالها يعني من الموسيقيين الكبار، بس بره يعني، قال لك كمل باللي انت ابتديت بيه، وفكك بقى من اي حاجه. اه عشان. فالتوزيع هو انا لقيته هو منطقتي. انا بحب اصنع المزيكا، لان من وانا صغير انا اللي بصنع الفرح والحاجات اللي كانت في الاوضه. مم. انا بعمل نفسي كل حاجه، فلقيت نفسي انا الكرييتيف بقى، انا اللي بعمل كل ده. فهو التوزيع، انا بحب التوزيع جدا يعني. هو وبحب عامة. الالحان برضو يعني. اه لا، ما انا خدت بالي عن بتاعت. وبالمناسبه الغنى برضو يعني. اصلا طيب. في حاجة وساعات تانية؟ بكتب يعني. في حاجة. وساعات بمثل برضو. وساعات بعمل مكرونه حلو برضو، خلي بالك. بتعرف مكرونة؟ خلي بالك. مكرونة بالجمبري بقى اكيد بقى انت.
انت كمل بس، كنت هتقولي انا وديتك في حته. لا وديني، انا حسيت هتوديني للاكل هبقى معاك الصراحه. انت اكيل اصلا؟ تحب الاكل؟ بص انا بحب الاكله الحلوه، زي اللعبه الحلوه كده في اه لكن الكوره. مش بس الفكره ان انا مش تحط بقى قدامي مش عارف ايه واخلصه كله، اديني لا. بقى، لا لا اديني لا، في العتاق. انا كلبستي دي من القعده. يعني انا كنت حد بيلعب رياضه جدا لحد قاعد جدا. كنت بتلعب ايه رياضه؟ كنت بلعب كيك بوكسنج، أوه. بس ده كان زمان كيك بوكسنج مع جيم بقى. مم. فكان في صبة، كان في جسم بني آدم. دلوقتي بقى القعدة في الاستوديو والعربية والبتاع، وانت قاعد طول الوقت بتذاكر. يعني مم. هو قصة مش الشغل مقطع بعضه، الفكرة ان انت قاعد بتذاكر، انت كل يوم في جديد، كل يوم في حاجة. فانت تصحى من النوم تحط حاجة في بقك عشان تعمل القهوة، وجنب منك الدخان بتاعك، والدنيا زي الفل. وانت انت ساحل بتذاكر، ساحل ساحل نفسك فانت مش واخد بالك. فانت جسمك عمال يتخن مم. وانت مش حاسس. وتبص تلاقي نفسك برضو. يعني انا ما انصحش اي حد يعمل كده يا جماعه، والله ما انصحش اي حد يعمل ما كده تعملوش كده يا جماعه، اجروا خالص اجروا. خالص. مش حاجه حلوه، بس اللي هو في ميموري ماسلز مم. اصلا. مم. بس خلاص بقى، يعني قلبصت عليها شويه. انا دلوقتي في خطه، يعني انا بقالي يومين اصلا والله في دايت كده بشكل معين، مش عايز اتكلم فيه. بس هو معروف اليومين دول، يعني معروف قوي اليومين دول، ارتحت عليه بصراحة يعني. بس فمكمل فيه شوية. بالمناسبة يعني أنا راجل يعني شغال في المبيعات في جيم، معرفش تعرف ولا لأ، اسمه سمول جيم. امم يعني ليها 11 فرع وبتاع. ما شاء الله. فبما إنك أنت حابب إن أنت تاخد بقى الخطوة وبتاع، فيبقى قول لي أنت نفسك إمتى تروح كده. ممكن ما نخشش الجيم، يعني ممكن تخش بقى حمام سباحة وسبا ساونا جاكوزي ستيم، اوه، تطلع برنس في نفسك، مش محتاج دلكني. تتكلم مع حد أصلا. حلوة، حلو، فكرة اه حلوة. يعني فاهم، وانت خلاص. قاعد في الساونا كده ممكن تطلع مزيكا مع نفسك لا قاعد الدنيا كده. حر، مزيكة الساونا جوه بس يعني. بقى امتى حسيت ان حولت الموضوع لبزنس يعني؟ انا ممكن افضل طول عمري بطلع مزيكا وتمام، وبعرف اعرف اوزع واعرف اعمل ده وده. امتى بقى حول ده لان هو يجيب لي انكم، او ان هو يبقى بيزنس وايز؟ ودي حته انا عايز اعرفها منك كعلي. وان في ناس برضو بتبقى لسه داخله المجال جديد، عايز تعرف انا ممكن يعني المفروض اعمل ايه. فانا اول هسمع منك، وبعد كده اعرف منك نصيحه حلوه كده مثلا تقول للناس. بص الموضوع معقد جدا. مم. اولا الحياة العملية عامة بالنسبة لي بقى في المزيكا، يعني في حتتي انا ماليش دعوة اللي بره ايه. الحياة العملية ملهاش قاعدة. مم. بمعنى انت جامد جدا، انت بتعمل حاجات تكسر الدنيا، بس مش شغال. ايوه. طب ليه مش شغال؟ مم. يبقى المنتاليتي هي لازم تتغير يعني. ماشي. انا كنت كده. انا ليا اعمال كتير قوي في فيديوهات منتشرة بشكل مبالغ فيه، الناس عارفاني في كل حتة، بتصوروا معايا في الشارع. طب انا شغال ايه؟ بشتغل نفسي، مش شغال حاجة. مم. مع شوية كذا على شوية كذا، على حفلاية، على لعبة جيتار، على مش عارف ايه، ومشي حالك حالك يمشي. انما البيزنس وايز بقى، انت محتاج ان انت تعرف الناس يا جماعة انا اهو، اه انا بعمل ده. انت عندك سوشيال ميديا وبلاتفورمز كتير، اعمل شغلك ونزله عليها، مش مهم هتوصل امتى ده حقيقي. ولا عدد النتائج، المهم ان انت تفضل تسعة. على طول اولا بتعمل على طول. الناس زهقت، مش مهم ما بتملش ان يعملوا انت انفولو. مستمر، ما بتملش ان انت بس مستمر. حد بقى شتمك، حد قلل منك، انا بصراحة انا اي حد بيقول لي على السوشيال ميديا كلمة ما بتعجبنيش على الصفحات بتاعتي الشخصية، انا بدخل انفول يا اعمل له باشا. بلوك. اه بعمل مقفولة. له بلوك وبمسح الاكونت بتاعه. ليه بمسح الكومنت بتاعه يا رب؟ ليه بقى؟ لان انت بمحض ارادتك دخلت كتبت لي ده، بمحض ارادتك انت، وانا بمزاجي انا دخلت عملت ده. ماشي اه فاهم انت فاهم؟ آه. فما تركزوش مع الناس دي، اعملوا بلوكات عادي جدا، مش حوار يعني. حتى لو هي شتومه شتموهم بس بالبلوك عادي. ما توجعنيش قوي. بس لازم ان انت تقعد تذاكر كاريرك قوي، تعرف ايه الجديد، تنزل للناس، تجرب مع الناس، علشان خاطر يجيلك من وسط 50,000 بني آدم ولا 100,000 بني آدم اللي يعرفوك دول، تلاتة. تلاتة دول كل واحد فيهم، واحد كلاينت عنده شركة عايزك معاه تشتغل فريلانسر،
واحد مثلا عايز يعمل غنوة، وواحد تاني عايز يتعرف عليك عشان خاطر يدعمك، مم. عايز يتعرف عليك عشان خاطر يدعمك. بيحبك، يعني في ناس بتحبك بيحبك تمام. وسط 100,000 دول، وسط 100,000 دول، يعني مش كلهم هنا. لا مش. طب اقول حاجة بقى للناس، ابص لكاميرتي اقولها ولا يا اقولها باشا لك؟ اللي انت عايزه عندك هنا، عندك هنا اللي انت بصوا عايزه. يا جماعة، خدوها من واحد مشهور جدا، واحد جايب فيوز كتير جدا من 2016. هي مش بالفيوز ولا باللايكات ولا بالكومنتات، ولا هي بالفولورز بمين يعني. اللي هيكلمك اصلا ويقول لك يلا بينا نشتغل. شكرا. بس صح. بس. بجد. ف end عن of the تجربة. text. اه والله العظيم عن تجربة. الكاريري انا بقى كموزع، انا بشتغل في الكرتونز. دي بقى جاي لك حتة. فيه. دي حتة بقى انا كنت كمان عايز اعرفها. انا كنت عايز اعرف حتة ان انت كمان انا خدت بالي انك بتقلد، يعني انت بقيت تروح بس في حتة مش كمان. بقلد، ما هجاي لك، اه اقول قول، لك انا. ممكن انت تصحح لي بص، بعد اذنك. انا شغال في المزيكا، في الكرتون، شركات معروفة عاملة صفحات على اليوتيوب. تمام، انا شغال معاهم. بعمل ايه؟ ايوه بتعمل بيجي لي ايه؟ الكلام، بلحنه وبوزعه، وبيجوا التالنتس في استوديوهات بره يغنوا، لان انا ما عنديش تسجيل في الاستوديو عندي، مم. انا بوزع بس. تمام. عامل كذا حاجة في كذا محتوى في كذا شركة. طب كرتون يا علي، يعني بعد كل ده يا علي انت شغال في الكرتون؟ طيب انت بتعرفش ان الكرتون ده اصلا ال محمد هنيدي اشتغل. مش مين اللي اشتغل مش فيه مش طبعا، مش مع قصدي احترامي طبعا، يعني. اكيد لا الاستاذ محمد لا، هنيدي. انا قصدي ان دي تالنت، مش يعني دي شغلانه ودي تالنت بالظبط. وحاجات كتير يعني. الكرتون ده اكتر حاجة ناجحة في الدنيا، لا بتتأثر بأي، باي مش عايز مناخ، اقول باي يعني. مناخ. ايوه، اي مناخ حلوه دي، بالظبط، حلوه جميلة الصيغه دي. اي مناخ، ما بتتأثرش بأي مناخ. ليه؟ لان كده كده الاطفال دول ابرياء، وما لهمش في مين عمل ايه ومين سوى ايه واحنا ومين كل راح يوم ومين جه كل يوم بنخلف. ومين حي ومين مات. بالظبط، واحنا كل يوم بنخلف. فالكرتون هو تجارة ناجحة جدا، مم. ففي شركات ابتدت صح وعملوا تيم، وانا كنت من التيم ده. من الاعمال اللي نجحت معايا كان عمل في الكويت بقى، كان في رمضان اللي قبل اللي فات، خد ترند رقم واحد على مسلسلات لايف اكشن. بصوا انا كده كده، انا بعد ما نخلص في اخر الحلقه، مم. الحاجات اللي انت بتقول لي دي عليها انا اصلا ما سمعتهاش، فانا هسمعها منك يعني. ماشي. تديني حته كده اعيش الحته بتاعت الكرتونيه بعد اذنك، حاضر، اديني حته كرتونيه. هدي لك كل حاجة. اوعى يغرك الكلام ده، انا من جوايا اصلا تافه يعني. انا من جوايا طفل. ماشي، حاضر والله حاضر. فالفكرة ان الكرتون از ميوزيكال بالنسبة لي انا شغال فيه. انا بعمل اغاني، بعمل اغاني، بس مش انا لسه بعمل اغاني سامع مع اغنيه اي حلوه حد. بصراحه، انا لسه سامع لك اغنيه لسه انت منزلها قريب، حد انت مغنيها. مش شبهي، اغنية اه مش جميله شبهي. قوي، جميل، المزيكا حلوه له فصلات كده انا مش بعمل اغاني لاي حد. مم. ليه بقى؟ يعني لما يجي حد عايز يشتغل معايا غنوة، يقول لي انا عايز بقى حاجة تكسر الدنيا وبتاع، اقول له مش هعمل لك حاجة تكسر الدنيا، لان سقف توقعاته بيبقى خارم الاذون حرفيا. مم. ليه؟ هو شايف ان حاجاتي انا بتنجح، فانا اي حاجة هعملها بتنجح، وده اصلا مش حقيقي، ما هو طبيعي. لا معايا ولا ولا مع مع غيرك، اي حد ولا في مع، ايوه الحياة. مش هنفضل طول حياتنا ناجحين. اه يعني تعمل حاجه مثلا، ناجحه وحاجه عاديه. على سبيل حاجه. المثال، الموسيقار العبقري أستاذي في الموسيقى التصويرية هانز زيمر، مش كل أعماله مشهورة. الفكرة إن برضو ملهاش قاعدة. مم. احنا ممكن نعمل حاجة اللي هو عملنا أغنية روتينية عادية جدا، خلاص خلص الموضوع على كده وبتاع، نزلت كسرت الدنيا. وممكن حاجة بقى، أيوة احنا هنعمل فيها وحط وزود وعيد تنزل صرصار الحقل، ما طبعا ايوه، ما هي مسموع محدش شايفه. ما لهاش قاعده. فهي كلها على بعضها ملهاش قاعدة. بس كنت عايز تسألني على حاجة في البريك. كنت عايز اسالك ان انت هتنزل او بتفكر تعمل حاجه جديده، مزيكا جديده، او عايز تنزل البوم اصلا؟ ده في خطتك؟ هتنزل البوم مثلا؟ ده بتفكر في الحته دي؟ بص، أنا من كام يوم كده كنت منزل غنوة اسمها مش شبهي، اه. ومن فترة شوية منزل أغنية بتقول معاها بعيش، مم. وفي أغنية هي غالبا هتبقى نازلة، نزلت
انا دلوقتي بتكلم في الوقت اللي هي لسه ما نزلتش فيه، ماشي بعد كده هتنزل. ماشي. الاغنيه دي اسمها تيجي نسافر. مم. فالغنوه بتاعت تيجي نسافر دي اكسكلوسيف. بالنسبه بقى للالبومز، انا بلعب مع باند اسمه فرانكو اراب باند. مم. الباند ده انت معانا هنا؟ ماشي حاضر. طب روحي ريحي عبال ما اجيلك. طب هجيلك. ذبابة لا ده قذرة. ناموسة، يا ريت ذبابة. ناموسة. مم. انا بلعب مع باند اسمه فرانكو اراب باند، بلعب بيز وبغني وبنعمل حفلات وكده. ففي البوم من 5 اغاني ان شاء الله قريب بقى في الصيف هينزل. ده بالنسبه يعني الالبومز جوه الباند. لكن انا بنزل سنجلات، يعني مم. بنزل كده لنفسي، عارف اللي هو ايوه لنفسي، لنفسي. ومش عايز حاجه بس لنفسي. في كام حد كده بيحبوا يسمعوا صوتي في الغنى مم. وبيحبوا مزيكتي. انا بنزل الكلام ده عشانه بس. ايه اكسكلوزيف هتسمعه لنا كاحمد النهارده؟ اغنيه تيجي نسافر. دي لسه ما نزلتش. دي بقى لسه يبكسها. يلا يا باشا نسمع. طيب، الغنوة دي بالمناسبة كلمات علي الحسيني، ألحاني وتوزيعي. جامد. امال ايه يعني، باب جامد. النجار مخلع لا يا باشا هروح جامد، لحد لا انت كده تاني. كده جامد، بس يعني انا قصدي ان الاغنيه انت عامل في الاغنيه حاجات كتير يعني اه بتاعتك انت، اه يعني من الاي تو زد بتاعتك. بالظبط. تحب نغنيها بالجيتار؟ يعني انا بقول لك ايه يا سيادة المخرج. تيرارا تيرارا. يلا بينا. يلا بينا. دي غنوة تيجي نسافر، تمام كده. تيجي نسافر ولا نغامر، تيجي نروح مشوار بعيد، تيجي احبك وادخل قلبك، تيجي ندوق الدنيا بطعم جديد. انا مش عارف قلبي حصل له ايه، انا بكتب اغنية عشانك ليه. شفتك مرة في حلم جميل، يظهر ان انا لسه بحلم بيه. صوتك حتى انا مش قادر انساه، خلاني يدوب واسرح معاه. كل ده من مرة شفتك فيها، يا رب ما تبقى آخر مرة. فبقولك ايه، تيجي نسافر ولا نغامر، تيجي نروح مشوار بعيد، تيجي احبك وادخل قلبك، تيجي ندوق الدنيا بطعم جديد. جامده جدا. انا موت صوتي بس عشان جيراني. جامده جدا، لا جامده جدا بصراحه. كلمات حلوه، واللحن هادي كده والدنيا الدنيا كده هو في الهوت هوت. الاحساس كده. اه انا طبعا مش نايم بقالي 3 سلام عليك سنين في فانا جاي لك الاحساس جري. يا حلوه. اساس ايه بقى؟ لا تحفه طبعا، تحفه بس تحفه. بس انت اكتر الطبيعي يعني انت كعلي بتميل للمقسوم اكتر ولا بتميل كل لل... حاجة. الموزع ده لازم يبقى انت كله. كل واحد بيبقى انا عن ليه نفسي ميل كده، يعني تحس ان ليه ميول. انا بحب الحاجات الهاديه والمقاسيم. مم. يعني بس المقاسيم اللي هي ايه، انا بحب انا بحب الحاجات الهاديه والمقاسيم. مم. وبتوينهم بقى اي حاجه جيبسي، مم. اللي هي زي مثلا آه، جيبسي كينجز وكده، واللي هي
امبوليا امبوليا الحاجات دي مم. اللي هي رتمها سريع شويه دي، أنا بحبها قوي يعني. عامل حاجة في السنجلز اللي نازلة او اللي نزلت قريب، اه مقصود؟ في واحده المقسوم، اه مم. هي اغنيه مش شبهي. اه هي دي اللي انت، اه دي اغنيه اللي مش انت شبهي، عامل. مقسوم اسمه مقسوم قاعد، ايوه، مش اللي هو في مش واقف. قاعد كده طالع لسه على السلم. واخد بس وضع كده. بس يعني انت الكلام معاك ما بتشبعش منه اصلا كده كده علي. حبيبي. و... وانا مبسوط، انا بحب مزيكتك عامه بعيدا عن اي حاجه بقى. بحب مزيكتك، بحب اسمع بتقعد كده تنزل فيديوز ليها علاقه بالتوزيع، وانت موزع حاجه والكلام ده كله. مم. بحس ان انت الكرييتيف بتاعك كده واخد حته تانية يعني، واخد حته تانية لوحديها كده، اه منطقه تانية منطقه كده. تانية يعني. بتاخد حتى في التوزيع، بشوفك بتعمل انا حاجات بحب الحاجات كده. البسيطه قوي بشوف قوي. حاجات بيزك سيمبل. اه بالنسبه لي انا التوزيع دون هو عباره عن الموسيقى المصاحبه للمطرب، جميل. وليست عبيله واديله. بس. حلو يا بيلو اديله دي. انت لو في حاجة انت عايز تقولها لي كأحمد، مم. تعرفاني عن علي، محدش يعرف عن علي. محدش يعرفها عن علي. اه. والله يا جماعة أنا شخص عادي جدا، يعني اه عندي كرياتيفيتي شوية، عندي كوميديا شوية، عندي الحاجات دي، لكن أنا شخص عادي جدا والله. يعني أنا بفهم في كل حاجة يعتبر، من نوع لسه قايلك في الأول أنا فضولي، فأنا بفهم في حاجات كتير. يعني أنا اسألني في أي سؤال في أي بتنجان مقلي بقى هقول لك ها عادي، معاك، طبيخ بقى بتنجان، باشا. فضاء حضارات كل حاجة. فأنا حد مثقف، وده اللي الناس ما تعرفوش، انا حد مثقف بدرجة حلوة، وتثقيفي ده لنفسي و... وعشان يساعدني في شغلي برضو. عارف انت لما بتشتغل حاجة وتقعد تدور على حاجة تذاكرها فيها فتتشعب، ده اللي حصل معايا. فانا حد مثقف جدا، انا يعني متعلم والله. مش هيك لبتش وخلاص. الهزار والضحك ده على حسب المود، مم. زي ما كلنا بننزل نقعد على القهوة، يعني لو قاعدين ونتكلم في موضوع ونضحك وكركر ده وكركع حقيقي ده، عادي. ايوه. بس يعني بالإضافة ان انا عندي موهبة بقى في الحتة بتاعت الغنى والحتة بتاعت الجيتارات والكلام ده آه. كله. انا عندي دي، بس انا شخص طبيعي. يعني انا ما بنزلش الصبح مثلا اجيب سندوتش الفول والطعميه اللي احنا كلنا بناكله عادي جدا، انا باكله عادي جدا برضو تمام. ما اروحش اقول له مثلا ايوه ايوه اديني واحد فول فول فول، الله الله، ما بعملش كده يعني. فاهمني، هي كانت هزرايه ايوه ايوه، هو الناس خدت الهزرايه ان ده الشخصيه، ان هي وان دي هي ده الشخصيه. ده اللي انا اه بتعامل بيه معاها. مم. وده غلط جدا، لا انا وانا شخص عادي جدا مم. والله، و... والحمد لله ربنا يكملني بعقلي، واب وعندي ليلى، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليها لك. وتمام يعني، وشايلين انا المسؤولية وجايبينها من هنا اهو. وانا قاعدك طبعا طبعا. بس يعني هي دي الحاجة اللي انا يعني عايزك تعرفها عني، وعايز الناس تعرفوها عني. انا برضو عندي طموح وعندي حلم، اي نعم خطواته بطيئة لكن ثابتة. انا بالمناسبة ما بحبش اللي يلا بينا في اي حاجة. مم. كل الناس بتعمل كل الكلام ده، فانا معاهم يلا كده عشان ابقى زيهم. يعني لا انا بحب اعمل حاجات منفردة جدا بنفسي، حتى لو مش هتتشاف مش هتتسمع ما حدش هيعبرها، مش بحبها مهم، اهم بحبها. حاجة ان انا راضي، انا كويس، انا زي انا الفل. مبسوط، انا مبسوط باللي انا اه بعمله. انا مبسوط، بس انتوا تتبسطوا ما تتبسطوش دي حاجه مش والله بتاعتكم، دي حاجة مش تخصكم انتوا، ما بتاعتكم. تخصنيش انا. دي انا حقيقة. خلاص بقى العظمة كبرت خلاص مش محتاجين بقى. بس يعني انا مبسوط ان انا كاحمد برضو عرفت اللي محد علي الحقيقي. وانا على فكره البودكاست ده كامله كنت حابب ان انا اظهر علي اللي الناس ما تعرفوش وبتشوفه مش شايفاه على السوشيال ميديا، لان انا خدت بالي ان في ناس كتيره عارفه علي السوشيال ميديا فقط، اللي هو شخصيه علي هو من السوشيال ميديا، من اللي بيعمله في السوشيال ميديا. لكن الحقيقه انا كنت حابب ان احنا ندردش هنا مع اه بعض، بندردش اهو، الدنيا زي عشان الفل. الناس وبعدين تعرف اقول ان لك انت حاجة، بني ادم عادي وانت بتتكلم. هقول لك حاجة اللي خلاني اجي ان انت فعلا البودكاست بتاعك، يعني اللي اتحمست له قوي يعني فيه، ان انت قعدة شباب بنتكلم بندردش مع وما بعض، كاميرا حتة حديدة دايرة، وده ديكور، وبنتكلم واحنا عادي بنتكلم والدنيا وبندردش. زي الفل. ودي من ضمن الحاجات اللي انا بشكر يعني فريق العمل كله الله بصراحة، يخليك. بجد بجد، لا يعني فريق محترم جدا
شطورين قوي ربنا يخليك يا علي، قوي. دي شهاده كبيره وانت على فكره. طبعا بقى انت بقى ايه بقى. ايه بقى. لا انا اللي حبيبي مبسوط واتشرفت بيك طبعا، ان انا قاعد حبيبي بتكلم معاك وبندردش وبنعرف حبيبي. بعض اكتر، وبعرفك عن هم هيغدوني امتى بس؟ عن الجانب ده. احنا هنخلص دلوقتي ونتغدى، هم عاملين غدا ماشي، هنا جوه. ما جابونيش حاجه. ابتديت افك اهو. ايوه. عايز انام والله. لا انا عارف والله ان انت كمان كنت جاي من سفر النهارده، وبص اه. انا معذبك انا عارف. لا 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 لا، انت على راسي والله، انت لا يا وكل حبيبي فريق ربنا العمل يخليك. وكل مشاهدينك على راسي من ربنا فوق. يخليك. وانا اتبسطت جدا ان انا كنت معاك النهارده ومع المشاهدين حبايبك وحبايبنا ربنا كلنا. يخليك يا علي والله. واتمنى لك دايما التوفيق ودايما النجاح. وانا مبسوط. ربنا انا مبسوط، يخليك يا ومن علي. الراجل ده برضه مبسوط والله منه ربنا بصراحه يخليك. يعني. كتكوته. شكرا يا علي ليك والله، ومبسوط يعني ان انا قعدت معاك. الله شكرا ليك يخليك. يا ابو. بقول لك ايه، قول لي. تيجي نسافر؟ يلا. يلا بينا.